Pedro Sanchez, Gandekta, lastly, and to thank my comrades Georgie Babandreou and Luis Ayala for his wise leadership. I want to move to speak in my mother language, Arabic language, and we have. Thank you very much. الرفيقات والرفاق هيئة رئاسة المؤتمر، الرفيقات والرفاق والأصدقاء أعضاء المؤتمر بالأحزاب الشقيقة في أسرة الاشتراكية الدولية، المشاركون في هذا الحدث الهام والتاريخي الذي ينعقد فيه مؤتمرا اليوم في مدريد. لا يخفى عليكم التحديات التي تواجه العالم اليوم والصراعات التي تتخذ سمة الشرق والغرب، وخصوصا فيما يتصل بإعادة صياغة النظام الدولي والانتقال من نظام الأحادية القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب أكثر عدالة ومساواة لحقوق الشعوب في التنمية والاستقلال والحرية، استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية، علاوة على مخاطر تفشي ظاهرة الشعبوية والانزياح نحو اليمين المتطرف والعنصرية، وعودة مظاهر لحركات فاشية جديدة تهدد المكاسب الديمقراطية والاجتماعية التي تحققت خلال السنوات الماضية. إن مواجهة أزمات الحاضر من التضخم والغلاء وتفشي البطالة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية يتطلب جهدا من أسرة الاشتراكية الدولية للدفع نحو العودة لطاولة المفاوضات والبحث عن حل سياسي يراعي المصالح المختلفة لدول المنطقة، وبما يحقق الأمن والاستقرار لكافة الدول ويسهم بمعالجة الأضرار التي أثرت على النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لكافة الدول ويسهم بمعالجة الأضرار، وبما يفتح المجال لمواجهة تحديات أخرى تهم شعوب العالم أجمع مثل تغيير المناخ والتلوث البيئي وأزمة الغذاء والمجاعات التي تجتاح العديد من الدول والشعوب. كما أتوجه بهذا السياق نداء إلى الرفاق في الدول الاشتراكية الدولية لنوقف معا معاناة المهاجرين واللاجئين في البحر المتوسط، لأنه أصبح مقبرة جماعية في الوقت الذي يجب أن يكون جسرا للصداقة ما بين الشرق والغرب. إن هذه الأزمات والتحديات التي تواجه العالم وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين يتطلب تعزيز وتطوير دور منظمتنا الاشتراكية الدولية كلاعب رئيس ومؤثر في معالجة الإشكاليات التي تواجه البشرية وتحديات العصر، وأننا قادرون فعلا بما نتمتع به من رؤية وتقديم حلول وإسهامات من خلال الكثير من الأزمات المعاصرة. الرفيقات والرفاق الأعزاء، إن تفاقم الأزمات الدولية خلق أولويات متعددة تراجع فيها الاهتمام بأزمة الشرق الأوسط، وترافق ذلك مع عجز المجتمع الدولي عن تطبيق قراراته لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة طبقا للشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بدون ازدواجية معايير لتطبيق الشرعية الدولية ما بين الشعوب والدول. إن عجز المجتمع الدولي وتراجع الاهتمام والانسداد بالأفق السياسي ونشوء فراغ سياسي ناجم عن تخلي الإدارة الأمريكية عن مسؤولياتها بملء هذا الفراغ
وعدم إعطاء الأطراف الدولية الأخرى الفرصة لتعبئة هذا الفراغ والذي استغلته إسرائيل ليتحول الاحتلال من احتلال مؤقت يجب أن ينتهي إلى منظومة استعمارية كولونيالية تمارس الأبرتهايد والفصل العنصري الذي رأينا نتيجته بالانتخابات الأخيرة في إسرائيل. إننا ندعوكم من خلال موقعكم ومسؤوليتكم إلى عدم التعاطي مع وزراء حكومة اليمين الفاشي الجديدة في إسرائيل الذين سيشكلون العمود الفقري لحكومة نتنياهو المقبلة، إذ لا يمكن مكافأة قوى الإرهاب والتطرف بتعزيز مكانتها الدولية بدلاً من حصارها وعزلها. كما ندعوكم لإنقاذ الحل السياسي المتفق عليه بحل الدولتين والمبني على أساس قرارات الشرعية الدولية، أولاً بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.